لو قلتلك تقدر تخس من غير دايت قاسي ولا جيم، هتصدق؟ استنى 30 ثانية بس وهتفهم السر. لو نفسك تخس ومحتار تبدأ منين، الفيديو ده معمول علشانك. مش هنمشي على دايت قاسي، لكن هنبني نظام بسيط تقدر تكمله. كل خطوة صغيرة هتفرق، ومع الوقت هتشوف نتيجة حقيقية تغير شكلك وصحتك بالكامل للأفضل. التخسيس مش حرمان ولا تعذيب، هو مجرد معادلة بسيطة. جسمك بيحتاج سعرات أقل من اللي بيحرقها يوميا. لما تبدأ تاكل بوعي وتفهم احتياجاتك، هتقدر تتحكم في وزنك بسهولة ومن غير ضغط أو إحساس بالحرمان. المية عنصر مهم جدا في رحلة التخسيس. شرب كمية كفاية يوميا بيساعد على زيادة الحرق وتقليل الإحساس بالجوع. جرب تشرب كوباية مية قبل كل وجبة، وهتلاحظ إنك بتاكل أقل من غير ما تحس بأي مجهود. اختياراتك في الأكل هي الأساس. حاول تعتمد على الأكل الطبيعي زي الخضار، الفاكهة والبروتين، وقلل من الأكل المصنع والمليان سكريات ودهون. كل وجبة صحية بتقربك خطوة من هدفك ومن جسم أخف وأكتر نشاطا. مش لازم تتمرن في الجيم علشان تخس. أبسط حاجة زي المشي يوميا لمدة 20 دقيقة ممكن تعمل فرق كبير. جسمك محتاج حركة مستمرة علشان يحرق الدهون، وكل خطوة بتمشيها بتقربك من هدفك بشكل ملحوظ. النوم الجيد جزء أساسي من التخسيس. لما تنام عدد ساعات كافي، جسمك بيظبط الهرمونات وبيقلل الإحساس بالجوع. قلة النوم ممكن تخليك تاكل أكتر من غير وعي، فحاول تحافظ على نوم منتظم يوميا علشان نتائج أفضل. أهم حاجة في رحلة التخسيس هي الاستمرارية. مش لازم تبدأ بقوة، لكن لازم تكمل. حتى لو التقدم بطيء، المهم إنك مستمر. كل يوم بتلتزم فيه بيقربك أكتر من هدفك، وبيخلي التغيير حقيقي وثابت مع الوقت. بعد ما تلتزم بكل الخطوات دي، هتبدأ تلاحظ فرق واضح في جسمك وطاقتك وثقتك بنفسك. مش بس شكلك اللي هيتغير، لكن أسلوب حياتك كله هيبقى أفضل. ولو وصلت للجزء ده، اكتب في الكومنت هبدأ، وشير الفيديو مع أي حد عايز يخس، يمكن تكون سبب في تغيير حياته.